هدول المعدات الحربية كانوا يستعملوهم بسنة 1856، لكن عندما خلصت الحرب لملمون وجابوهم وحطوهم بمتحف هون باسطنبول. معناتها كانت حرب طاحنة جدا، لأنه الأسلحة اللي هون حرفيا أسلحة ثقيلة من دبابات وطائرات ومدافع. وفي كمان حتى سيارات. من أول ما طلعت شيء اسمه سيارة واخترعوا شيء اسمه سيارة، جابوهم حتى وحطوهم هون. ما بعرف إذا كانوا راح يبينوا عليكم هلأ. هذول شوي سيارات قديمة، بس مو زيادة عن اللزوم قديمة، لسه في اللي أقدم منه. وهذول كمان المضخات المي كمان جايبينهم على ما أعتقد تالفات، فجايبينهم حاطينهم بالمتحف كمان أثريات. وفي هاي المضخة الكبيرة كمان، وباص النقل القديم على سنة الثمانينات جايبينه حاطينه هون على ما أعتقد هذا من السبعينات. أنا ما عم بقرأ اللائحات المكتوبة هون، فعم حلل من عندي، فأنا رح صور لكم هلأ اللائحات وأنتم من عندكم بقى بتضبطوا لي الأمور. هي الطائرة عمرها من 1933، لما تلفت جابوها وحطوها بالمتحف. مسموح ندخل عليها؟ شكله مو مسموح ندخل لأنه مسكرين. بتفنجي الميز، ممنوع الدخول. شوب كتير جواتها، شوب حرفيا، بس لكنها صغيرة يعني ما فينا على ما أعتقد